ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. لو اول مره بتشوفوني يا ريت تشتركوا في القناه وتفعلوا الجرس عشان يوصلكم مني كل جديد انزله واي فيديو انزله، وكمان تعملوا لي لايك عشان تشجعوني دايما اقدم لكم فيديوهات تانية احلى كتير. تعالوا بقى نشوف دلوقتي هنتكلم في الفيديو بتاعنا عن ايه. بصوا النهارده كنت عايزه اتكلم معاكم. طبعا احنا في طبعا الشتاء والجلد بيبقى ناشف وشفايفنا بتبقى محتاجه ترطيب قوي جدا ويومي تقريبا، غير الصيف خالص. فانا كنت عايزه اقول لكم على تجربتي للثلاث انواع دول من الليب كير او الليب بالم. الفتره الاخيره دي انا جربتهم وعايزه اقول لكم على مقارنه سريعه بينهم كده وايه احسن نوع فيهم. وفعلا فعال جدا في جو الشتاء اللي احنا فيه ده، والتشققات اللي بتحصل في الشفايف وبتبقى مضايقانا جدا، والحل الجذري ليها يعني هقول لكم عليه ان شاء الله دلوقتي في الفيديو ده. اول نوع انا عايزه اتكلم معاكم عنه اللي هو لابيلو، وفي بنات كتير عارفينه او جربوه يعني. بصوا هو النوع دوت الماني. هو غالي يعتبر. بصوا انا مش فاكره بالظبط الاسعار بتاعتهم لان هم بقالهم فتره عندي، بس اللي فاكره منهم اسعارهم هقول لكم عليهم يعني. واول حاجه لابيلو ده هو الماني طبعا. هو المفروض ان هو ترطيبه يكون قوي على حسب ما بنسمع منه وكده، بس انا من تجربتي ليه هو ترطيبه مش قوي خالص، هو ترطيبه وقتي جدا. بصوا هو اهو لونه زي ما انتم شايفين كده دوت بستروبري. هو لونه احمر كده بس مش بيبقى لونه على الشفايف، بيبقى لون طبيعي جدا، مش بيبقى لون احمر قوي او اي حاجه، بيبقى لونه طبيعي جدا كأنك حاطه زبدة كاكاو عاديه مش بستروبري او حاجه يعني. فهي كلون مش قوي خالص، لون ضعيف يعني. نيجي بقى لحته الترطيب. ترطيبه يعني مش بيدوم خالص. ترطيبه بيبقى وقتي جدا، مجرد ما بيروح اللمعة بتاعته من على الشفايف بتحسي ان ترطيبه ما عملش اي حاجة ويعني ملوش اي تأثير بعد مثلا ما اللمعة بتاعته بتروح او التأثير بتاعه على الشفايف مش بيدوم خالص. فده انا جربته وبكمله يعني اوكي عادي، بس ما عجبنيش خالص يعني مش هكرره تاني. وده اهو البراند اللي احنا كلنا عارفينه اللي اسمه لابيلو. ده اول واحد. تاني واحد اماندا. اماندا طبعا عاملين ليب كير بتاعهم ده في منه بانواع كتير. انا بصراحه جربت منه انواع كتير، بس انا بجرب يعني بحبها عشان الوانها فعلا بتدي لون للشفايف حلو جدا وبيبقى لون قوي، يعني حاجه قريبه للتنت كده شويه. بصوا زي ما انتم شايفين كده ده بالكريز. وجربت انواع تانية برضو كانت حلوة برضو جدا، وهي سعرها طبعا رخيص نسبيا، هي سعرها رخيص خالص يعني. هي كانت تقريبا دي انا فاكراها شوية كانت ب10 جنيه. فهي على سعرها كويسة جدا كترطيب وقتي، برضو ترطيبها مش قوي خالص، بس انا بجيبها وبحبها عشان لمعتها وعشان بحس ان انا حاطة زي تنت كده بس هو بيبقى فيه لمعة شوية، ولونها بيبقى لون احمر قوي او بيبقى كأنه لون روج، يعني انت حاطه روج مش هو مرطب ولا حاجه. فترطيبه برضو يعتبر ضعيف جدا. هما كاتبين عليها ان هي بشيا بيتر وفيها فيتامين اي، بس انا ما بحسش تأثير الكلام ده خالص في وانا حطاها يعني ما بحسش الكلام ده خالص. بحس ان هي لون اكتر منها ترطيب واكتر منها اي حاجه. وطبعا مقارنه بسعرها تعتبر جودتها على قد سعرها معقوله يعني مش وحشه. تمام. دي كده تاني نوع اللي هو اماندا. تالت نوع بقى وهو الفظيع اللي فيهم واللي فعلا انا حبيته جدا هو بالمرز. اهو بالمرز احنا عارفينه ان هو من البراندات اللي عامله كريمات للشعر وحاجات للشعر يعني. هي كمان في الفتره الاخيره دي او بقالها فتره كبيره يعني بتعمل ليب بالم كمان للشفايف. بصوا هو بصراحه يعني يستاهل جدا جدا انكم تجربوه. ده عجبني جدا جدا. بصوا زي ما انتم شايفين اهو هو مكتوب عليه بزبدة الكاكاو. طبعا الفورمولا بتاعته اساسها زبدة الكاكاو.
وهو فعلا ترطيبه قوي جدا جدا. هو بمجرد ما بتحطيه على شفايفك لو فيها اي تشققات ما بتحسيش بيها خالص، وفعلا تأثيرها بيفضل دايم وحساه جدا على الشفايف. وفعلا بيعالج الشفايف فعلا، مش كلام وخلاص يعني. وزي ما انتم شايفين مكتوب عليه SPF من الشمس طبعا، او من أشعة الشمس وكده بنسبة 15%. هو كمان بفيتامين اي. هو بصراحة عجبني جدا. هو امريكي على فكرة، ميد ان USA. حلو جدا. تعالوا اوريهولكم من جوه. بصوا دوت بالدارك شوكليت، بس هو لونه كده. بس عايزة اقول لكم هو كمان بتفتحيه من تحت كده، بتلفي العجلة اللي تحت دي بيطلع وينزل. تمام. هو لونه مش بيبقى فيه لمعة خالص. هو بتحسي كده ان انتي حاطة زي كريم كده، زي ما تكوني حاطة كريم على شفايفك. هو بيبقى بالظبط نفس الاحساس ده. ولونه مش لون قوي خالص، لون طبيعي جدا جدا. مش بتحسي ان انتي حاطة روج او حاجة كده، لا، تحسي ان انتي حاطة زي حاجة كريم ليها لون بسيط قوي كده. وترطيبه قوي جدا جدا. بجد عجبني جدا. انا بصراحة مش فاكرة سعره كان كام، مش فاكرة السعر بتاعه كان كام. بس هو يستاهل جدا. انا فاكرة ان انا كنت جايباه من صيدلية العزبي، كان اوفر كده. بتاخدي اتنين، يعني بتاخدي واحدة وبتاخدي عليها واحدة هدية. بس بصراحة مش فاكرة سعرهم كان كام. فدي لو لقيتوها جيبوها يعني جدا، واستعملوها هتعجبكم جدا. وهتشوفوا تأثيرها ازاي على الشفايف، تحفة وجميل. بس هو ده كده كان الفيديو بتاعنا النهاردة. واتمنى منكم لو اول مره بتشوفوني بقى تشتركوا بالقناه وتفعلوا الجرس عشان يوصلكم مني دايما كل الفيديوهات اللي بنزلها. وتشتركوا عندي ان شاء الله، وتشجعوني باللايك عشان دايما تشجعوني اقدم لكم فيديوهات احلى ان شاء الله. باي باي.